عودة مرة أخرى وبرنامجنا شباب اليوم، وبنستكمل حلقتنا وبنخرج من فقرة الشباب وتأثير البيئة عليهم لفقرة الدستور، عشان برضو لازم شبابنا يكون واعي بما يحدث حوله وبما يحدث في دستوره. الحقيقة بيسعدنا يكون معانا الأستاذ الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة. أهلا بسيادتك معانا. أهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. بداية كده نبدأ بالحديث عن الدستور، وكيف ترى هذه المسودة الأخيرة للدستور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. أولا أنا بحمد الله إن ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى هذا الدستور، لأن كل أو معظم المتناقضات اللي احنا كنا بنعيب على دستور 2012 الحمد لله وبتوفيق من الله يسرت وأزيلت وأتي بأحسن مما كنا نتوقع. على سبيل المثال؟ لا ده كله يعني على سبيل المثال لا الحصر. النقاط اللي احنا ذكرناها قبل كده من خلال حلقاتنا. أنا هقول نقاط غير النقاط التي كانت الحديث فيها قد سبق القول فيها، ولكن هقول في مقومات الدولة الأساسية. الدولة من ضمن مواد الدستور، يعني بداية من المادة الأولى للمادة الثانية للمبادئ. كلمة المبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور. أنا بس هفسرها لأن البعض من الناس يعني بيلتبس عليهم الأمر. بالضبط. كلمة مبادئ هي الأحكام وكافة الأحكام التي تتعلق بالشريعة الإسلامية في المعاملات وفي العقائد. ما يخالف هذه الأحكام لا يمكن أبدا أن يربأ به المشرع القانوني وأن يجعله في مصف التشريع. لازم أي قانون يصدر لابد وأن يكون متفقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. إذا ما خالف هذه المبادئ أصبح غير دستوري ولا يؤخذ به. ومن ثم فمنذ دستور 71 وحتى الآن معظم التشريعات اللي بتصدر، سواء التشريعات المدنية أو الجنائية أو التشريعات الإلزامية أو الضريبية أو ما شابه ذلك، لا بد وأن تتفق مع الشريعة الإسلامية. ما فيش تشريع منهم جاء ليخالف الشريعة الإسلامية. فهذا المبدأ مستقر عليه، وما زلنا نصر على هذا المبدأ إلى يومنا هذا وإلى أيام قادمة إن شاء الله وأجيال عديدة ومديدة. هناك بعض الأصوات التي لا زالت تنادي بدستور 71 ده كان الأفضل، لا احنا ما حققناش جديد. أنا عايزة بقى سيادتك النهاردة من موقعك ترد عليهم وتقول أهم ما يميز بس هاجي على الدستور عن غيره. هاجي على الدباجة إما أثير فيها كلام على أساس إن هي بتنادي بأن الدولة مدنية. بالظبط. لا أنا برد على هذا الأمر إن الدولة مدنية. مدنية الدولة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. بالزبط. في إطار مصبوب وباين أننا لا نخالف الشريعة الإسلامية. وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية بتجعل الدولة كلمة مدنية ذات طابع مدني، مش عسكري ولا طابع سياسي ولا طابع ديني ولا طابع، لا هي دولة مدنية. ليه؟ لأن من ضمن مقومات هذه الدولة هو الدين والأخلاق. الدين والأخلاق والعلم بتدعم هؤلاء، ودي مادة من ضمن مواد الدستور التي غفل عنها الكثيرين. من ضمن الدعامة الأساسية للدولة الأخلاق والدين والثقافة، تدعمه بكل ما تملك. كمان دعمت كتير قوي وما قالتش تكفل، تألزمت. هذا الدستور في مجمله بيلزم ولا يكفل، وكلمة كفالة غير الإلزام. الإلزام إذا زي مثلا في باب المرأة التزمت الدولة بأن تقوم برعاية المسنة وبرعاية الحاضنة وبرعاية والمحتاجة. هنا إلزام الدولة برعاية من يحتاج من النساء، إلزام الدولة برعاية التي تقوم بالعمل على أن توفق بينها وبين منزلها، إلزام كل هؤلاء. هذا الإلزام إذا ما خولف بيكون النص القانوني مخالف. أما كفالة فمخالفة النص اللي بيبقى متضمن كفالة لا يعني مخالفة الدستور، إنما مخالفة كلمة إلزام بتعني النص صدق يعني مخالف الدستور ونزل من مطاف الشرعية إلى مطاف غير الشرعية في القانون. ومن ثم فأنا ما باجي أتكلم في الدباجة على مدنية الدولة، لا المدنية في إطار المبادئ العامة اللي نصت عليها في المادة 2. دخلنا ادت الحرية وساوت ما بين المرأة والرجل، وهذه المساواة وإن كانت جاءت في صورة كفالة إلا أنها أمرت بهذا الأمر، وستسعى الدولة لتحقيق هذه الغاية. ليه؟ لأن احنا بننتقل، المجتمع بتاعنا مش مجتمع منفتح، بننتقل من فترات إلى فترات حتى نصل إلى الغاية المنشودة. طيب نرجع لسؤالي بقى، والفرق بين دستور 2013 ودستور 71. طيب. وأهم ما يميز دستور
2013 عن غيره من الدساتير السابقة؟ أولا هذا الدستور نظر إلى المستقبل ونظر إلى الأجيال القادمة. يعني أنا مش عايزة كلام مبهم، أنا عايزة بمعنى بكلمات موجودة. عندنا وبصوا للبند كذا والبند الثروات المعدنية. الثروات المعدنية بند بيلزم الدولة ان هي تحافظ عليها، وان هي تسعى جاهدة الى انتاج القدر الذي يكفيها ويكفي التصدير كمان، وشجعت على التصدير، الا انها وضعت حدود. في حدود ايه؟ الا يتعدى نصيب او ان انا استهلك المادة الخام واترك الاجيال القادمة بلا مورد. فأبقت الاستخدام لكل حقل 15 عاما، ثم يترك هذا الحقل ويترك ما فيه للأجيال القادمة. ده ما كانش موجود في أي دستور من الدساتير. إذن راعوا أجيال وأطفال وأجيال قادمة وسنوات عديدة ومديدة ستأتي. هذه جزئية. الجزئية الثانية، حينما يلزم يلزم الدولة بأنها تقدم على التصدير ووضع قيود على الاستيراد، رغم أن هذه المادة في تحفظ عليها، وقلنا هذا التحفظ بينطوي على القيود التي تأتي على الاستيراد، هتخالف بعض المعاهدات اللي قامت الدولة بالتعهد فيها والإلزام فيها بأنها تستورد من بعض الدول بعض الأشياء وبعض الحاجيات وبعض المعدات وما شابه ذلك. إلا أن الدستور إذا لم يظهر بهذه الصورة سيرمى بغير صحة، ولكن لازم يدي قيود فعلا على الاستيراد. مواد كتير قوي تم خلقها، جيل المرأة برضو، وفي مادة الجنسية حتى كان في مشروع بقانون صادر بالضبط. ولكن حينما ينص عليها ويعطي الزوجة حينما تتزوج الحق في أن يأخذوا أولادها الجنسية دون الزوج الزوج بقى يرجع للقواعد العامة اللي هتنظمها القانون إذا ما توفرت فيه الشروط الخاصة باكتساب الجنسية. دي في جزئية. الجزئية الثانية اما حددت النظام الحكم من رئاسي مطلق إلى شبه رئاسي. من رئاسي مطلق أنا بمسك الكرة كلها في إيدي وبمسك بالزبط. الدنيا كلها في إيدي. بنعاني منه على مدار لكن أنا في هذه الظروف أصبح شبه رئاسي، يعني شاركني في هذه السلطة البرلمان اللي هو منتخب مشاركة الشعب. أدخل في النقطة دي بس عشان برضو كان في حولها الكثير من الجدل حول حقوق الرئيس الجمهورية في الفترة القادمة، وهل سيرضى بذلك أن يكون محكوما في جميع هذه الحقوق بهذا الشكل أو مقيدا بهذا الشكل؟ هقول لحضرتك على حاجة. هو أولا الرئاسة، النظام اللي بيمشي عليه النظام الدستوري أو الديمقراطي، احنا عندنا 3 من الأنظمة: ديمقراطية مباشرة، وديمقراطية غير مباشرة، وديمقراطية تخلط ما بين الاثنين، اللي هو الشبه الرئاسي اللي احنا سنسمي به، اللي هو أنا لا أترك العنان للرئيس، وكذلك لا أترك العنان وأجعلها في يد البرلمان، كليهما رقيبين على الآخر. بس أنا شايفة أنها بقت في يد البرلمان أكتر، يعني عشان رئيس الجمهورية ده الشعب يجيب حكومة جديدة فهيستشير البرلمان، عشان يغير رئيس الحكومة فهيستشير البرلمان، عشان يغير أحد الوزراء بيستشير البرلمان. أولا في هذه الجزئية ما يكفل الاختيار الحسن، ما يكفل التدقيق في الاختيار، ما يكفل توفير إعطاء أكثر من رأي حول شخصية سيكون لها كيانها وستحكم بلد. حكومة، رئيس حكومة هو الذي يحكم البلد، هو الذي يقوم مسيطرا على كل الوزارات وعلى كل هذا الكم وهذا الوضع اللي احنا بنسميه احنا النظام الحكومي دي. لابد خطورة هذا المنصب لأنه أصبح له كمان صلاحيات تضاهس على صلاحيات رئيس الجمهورية. بالزبط. أصبح الأمر مشاركة ما بين رئيس الحكومة وما بين مجلس النواب وما بين الرئاسة. هؤلاء هم القائمين على الدولة، وهؤلاء هم منبت الصلة في الربط ما بين السلطات كلها، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وبينهما هذا الرابط اللي هو الحكومة اللي هي بتنفذ أو ذراع السلطة التنفيذية. فكان لزاما على هذا الدستور أن يأتي بهذا النظام. وأنا بقول أن في القادم سيكون هناك أنظمة عديدة، لأن الديمقراطية لم تكن الأسلوب التقليدي القديم. يعني كون ان احنا نمشي بالاسلوب التقليدي اللي هي حكم الشعب للشعب وان النيابه، لا، ده اصبحت هناك انظمه مستحدثه في الرئاسه وفي الحكم سيظهر وستظهر امام الناس كافه، وستتدرس في الكتب، وسيتعلمون تلك الاحاديث الجميله في ديمقراطيه جميله. هذا الامر بيجلبنا احنا على اننا ننتظر قادم الاعوام، ولكن في ظل اللي احنا فيه والوقت الحالي انا لا اترك للرئيس السلطه المطلقه. ما فيش رئيس هيجي، لان لو اطلقت السلطه المطلقه مفسده، مش هيجي وهيخاف. ولكن اذا شاركه حتى مجلس النواب سيطمئن قلبه، اذا
شاركه رئيس الحكومة سيطمئن قلبه، كليهما ستكون يد المشاركة تمتد إلى بعضهما، وكلا منهما حتى لو ده بس ده بقى هيلقي العبء على الشعب ان هو يختار نائبه بعد ذلك. ده بقى من القاعدة بدقة شديدة بداية لأن ده هيكون فعلا بداية مش زي زمان، لا ده هيبقى بالفعل متحكم في الكثير. الحاجة بقى الحاجة الجميلة قوي واتكلم فيها القانون ده الكوتا، إلغاء الكوتا. طب ده الكوتا دي يعني نقطة يمكن عليها بعض الخلاف، خصوصا لما نتكلم عليها بقى بالنسبة للسيدات في مصر ومع نظام الانتخاب الجديد. لا أنا مع الدستور، مش علشان الدستور قال كده، لأن أنا من أول الناس اللي نادوا بإلغاء الكوتا. ليه؟ لأن أنا حينما أخصص كوتا فأنا ميزت، وده أساسا التمييز اللي موجود ما بين أفراد الشعب محرم دستوريا دون تمييز، تكافؤ الفرص دون تمييز. طب تكافؤ الفرص وانت احنا ما عندناش تكافؤ فرص بالنسبه للمراه والرجل في مصر. هستأذن حضرتك عشان هي تقدر تصرف على نفسها. هستأذن حضرتك تكافؤ الفرص هو وجود الافضل دائما ما ننشد، والجمال هو الوصول لحد الكمال. لما بقى انا بنشد الجمال بحاول الوصول لحد الجمال. طيب أنا عشان أوصل لحد الجمال الكمال عشان أوصل لحد الجمال اللي يرضي العالم اللي حواليا ويرضيني أنا كفرد في دولة، وأكون أنا كدولة ليا كيان يعني كمصر. وما قيل في بداية هبة الله فعلا هي هبة للمصريين ربنا أهداها وهبة للعالم كله. بس ما أجي بقى في الكوتا وأقول إني أخصص للسيدات 10 كده وكأني بفرض كراسي في مجلس النواب أن يكون، لا، أنا لو عندي سيدة تملك مقومات هذا الأمر، وبدل ما يبقى الدعاية الانتخابية في الشوارع ويبذل فيها فلوس، أنا عندي أجهزة إعلامية وتعطى قناة كاملة للمرشحين على حساب الدولة. أنا مش بتكلم بقى على السيدات بس، أنا عايز أتكلم برضو على فئات أخرى زي الشباب. زي الشباب يورينا كفاءة. إذا كان في شاب هيوري، طب اللي ماسك حركة اللي قام بالدنيا دي كلها في حركة الإنقاذ محمود، ما هو شاب. مش معنى، بالعكس ده هم الطاقة وهم الأمل، ده هم كلنا احنا بننتظر هذا الجيل اللي احنا كلنا احنا كبرنا، احنا خدنا حظنا، احنا كانت الظروف. لكن مع النظام الفردي يعني اعتقد هو الى هذه اللحظة لم يطلق النظام على الانتخابات، واحنا في انتظار القانون اللي سيصدره رئيس الجمهورية في شأن تفسير هل نظام فردي ولا هيبقى نظام فردي او مع نظام قوائم او بنسبة او ب3/4 او بالتلت حسب ما يقرر. واذا كانت هي ضعيفة تخش في الحزب، وليكن حتى الترشيح من قبل الحزب إذا ما ملكت من المقومات التي تؤهلها في أن هي تنافس الرجل، وغالبا ستنجح المرأة لأنها أقوى في حياتها وفي حكمتها وفي إدارتها. أنا هذا لا نقلل من شأن المرأة، فربنا سبحانه وتعالى سواء المرأة أو الشاب. الشاب ده رجل المستقبل، أنا بأهله لأنه ابني بالضبط. أنا مش هسيبه، أنا ابني وابن أخويا وابن عمي وابن كذا، أنا مش هسيبه، لأن ده النوايا اللي أنا هبني عليها كل حياتي ومستقبلي وأملي. هو ده اللي هيشيلني وأنا ضعيف مش قادر أشيل نفسي بالضبط. وده اللي هيعوضني عن كله، وده اللي هيبني مصر اللي احنا كلنا منتظرين ان هي تكون بلد فيها جمال وفيها يعني تعود تاني لقيادة العالم، مش قيادة منطقة ولا قيادة جزء من دكتور سعيد، خلينا نتكلم على الجزء الخاص بالانتخابات، وسواء هتكون فردي، سيادتك مع أي اختيار وليه؟ هو المرحلة الحالية أنا بحبذ أن يكون فردي. ده كلنا. ليه بقى؟ لأن اختلط الحابل بالنابل في فترة الإخوان. أنا وزي ما بقول ثورة 25 فجرت مجاري الحزب الوطني، وبان مين الناس اللي فيه. ثورة 30 فجرت برضو مجاري الإخوان، وبانت الخلايا اللي كانت نايمة، وورتنا المجتمع بصورته اللي لازم نفهمه ولازم نوصل ليه. احنا مرضى، مجتمعنا فيه علل كتير قوي، وعقبال ما نطهر العلل دي ونقوم ونيجي نفوق عشان هنمشي، الدنيا هتقف ومش هنعرف نمشي. فلازم، وانا بأناشد الطلبة حتى دلوقتي، طلبة اولادنا، يعني اللي بيحدث الان لا هو ده فكر، حتى لو كانوا اخوان. الاخوان ما كانوش ابدا يد عنف ولا ارهاب، اللي بيتعمل ده ارهاب. الاخوان صاحب مبدأ وصاحب فكر، وعاملني بفكري، واختلافي معاك في الفكر اللي يفسد للود قضيه، وملهاش دعوه وملوش ذنب اي انسان يسال له دم
عمل ايه؟ ومالوش ذنب المباني بتاعتنا والبنيه الاساسيه بتاعتنا تتحرق، ولا مبنى جامعه ولا احنا اللي بنصرف ولا مبنى جامعه. ارجوكم اذا كنتوا فعلا ولا العسكري ده يهان او يتضرب، ملوش ذنب العربيه اللي احنا دافعين فيها دم قلبنا من ضرايبنا. مفيش. اذا كنتوا فعلا يعني اذا كنتوا فعلا ولاد هذا الوطن، سيبوا المباني ده علشان في اجيال هتستفاد منها، علشان هو ده العلم رساله، ده رساله محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته هي العلم في هذا العصر. احنا نلنا منه ايه؟ كل يوم بيطلع في العالم اكتر من مليون معلومة. احنا كم معلومة بنفقدها كل يوم؟ مليون عالم بنفقد ومليون يعني اختراع وابتكار. ايه اللي بنملكه غير اننا نعيش حالة من الفوضى؟ الفوضى الدماغية، الفوضى العقلية، الفوضى الكلامية، الفوضى الفعلية. النوم اصبح الشعب خلاص يعني كلمة شغل بقت ثقيلة على القلب، وكل واحد يقول لك اصل الظروف، اصل مش عارف ايه. طيب اذا كلنا اتحججنا، مين اللي هيقوم بمصر؟ مين اللي هيقوم ونقول يلا بينا عشان نبني؟ مين؟ ما هو ده كلها سلبية. أثرها إيه؟ أثرها تقلب المجتمع اللي بيحصل جوه المجتمع. أنت بتعمل عملية تنقية مرة أخرى للمجتمع، عملت عملية بتر لعناصر كانت هتوصل بفكرها لتشويش أو تأكيد. في ناس دلوقتي عشان تبدأي تغسلي العقول اللي موجودة دلوقتي في المجتمع محتاج سنوات كتير قوي، محتاج سنوات من بس علم جديد، من بس روح جديد. التعليم دلوقتي بيعلم ايه؟ كل اولادنا بيطلعوا من التعليم لا. خلينا نتكلم بقى، بما ان سيادتك ذكرت التعليم، نتكلم على البنود الخاصه بالتعليم. اجمل ما كانت هي بنود التعليم وتحديد النسبه دي. بس انا كنت بعيب على هذا الامر. ايه هي؟ ان الدخل التعيين النسبه من الدخل من ناتج الدخل القومي، انا ما فيش مصر ما فيش فيها دخل قومي، ودي حته يعني في اللفظ فقط لا غير. ولكن نقول ايه؟ من الانفاق الحكومي. ده جواز ان يكون النص من الانفاق الحكومي، لان ناتج الدخل القومي، انا مصر مش دوله منتجه لدخل قومي، احنا دوله مستهلكه، والميزانيه ان شاء الله بتاعتنا هنكون منتجين، بس تتوقف هذه ان شاء الله. ولكن احنا بنقول على ظرف الحال اللي احنا موجودين فيه. ولكن هو مضمون هذا النص هو ان الانفاق الحكومي سيكون تلك النسبه منه، ولا جدال في هذا الامر. لكن هي اشاره، وتناقشت مع استاذه من لجنه ال50 استاذه اقتصاد، وكانت النص دي واتكلمنا في هذه الجزئيه، وفعلا قالت هي لم تكن ابدا المقصود بها الدخل الناتج الدخل القومي، ولكن هو المقصود منه الانفاق الحكومي، ويجب ان يفسر في هذا في هذه الماده او يوضع لها تفسير في هذا النطاق. ندخل بقى على ماده اخرى وهي قانون التظاهر. قانون التظاهر والله هو تاخر، لان اذا كنا احنا دوله قانون، كنا دوله قانون مع وضع في الاعتبار. انا لا اؤيد هذا ولا ذاك، انا اؤيد بلدي مصر. أنا بأيد مصر بلد قانون. كلمة بلد قانون يبقى لازم كل شيء في الدنيا ينظمه قانون. إذا نظم قانون التظاهر أصبحنا دولة حضارية. ما فيش دولة في العالم ما فيش فيها قانون تظاهر. وأنا أنت عايز تتمتع بديمقراطية دون أن يكون عليك صياط حتى تتبع الاساليب الديمقراطيه. ولكنني اضع الشرطه مره اخرى في مواجهه مع الشعب من خلال هذا القانون. ما هو يعني انا بطالب علينا يعني ان نفهم، يعني اللي عايز يطلع بمظاهره او تظاهر سلمي ان هو يروح للشرطه. طب ماذا لو اختلفت الشرطه او كان هذه التظاهره ضد الشرطه؟ طيب انا فالشرطه هنا قالت له لا ما انتش طالع. هسال حضرتك سؤال. هذا السؤال طب ليه ما فيش مكان تاني؟ هذا السؤال ما فيش مذيع، ما فيش برنامج ما قالش هذا السؤال. وكأننا احنا بنفرض ان الشرطه دي حاجه مش هتوافق، خلاص مغلق. لا طيب لا نتكلم احنا بنطرح هذا السؤال. دعينا نتكلم ونقول انا هخش بالطلب للشرطه وتقول لي ما فيش تظاهر. طب ما هنظم لك انك تلجأ لقاضي، حاجه من الاثنين بقى. انت لا تثق في القضاء، القاضي في حاله عدم استجابه الشرطه لهذا الامر بيقبل التظلم بتاعك، واذا كان تظلمك مبني على اسباب سليمه وقانونيه انتهت. هيرفض الطلب ليه؟ ما يبقاش في داعي لهذا للرفض. ولكن يبقى علينا ان نتبع القانون. القانون بيقول في التظاهر، في حد في الدنيا يرضى حد يولع في منشأة عامة؟ في حد في الدنيا يرضى يبث الرعب داخل قلوب المواطنين؟ في حد في الدنيا يرضى يخرب؟ في حد في الدنيا يرضى يسرق؟ في حد في الدنيا يكسر في منشآت عامة؟ في حد في الدنيا يحرق؟ في حد في الدنيا كل ما بني عليه قانون التظاهر
كلنا لا نرضاه أبدا، وكل الجهات المتناحرة لا ترضاه، وإذا رضيت بذلك فهي حطت وضعت نفسها حرة مختارة في عداد الإرهاب، لأن ده إرهاب. كون إن أنا مواطن آمن وروعه، كون إن طالب رايح الجامعة يتلقى علمه ويرجع جثة هامدة لأهله، مين السبب وليه وعلشان إيه؟ أنت طالب رايح تدرس، ولا أنت ذو انتماء سياسي، ولا أنت مستأجر، ولا مكان الجامعة هو وبعدين أنا قلت إظهار انتمائك. لا مكان الجامعة مصر. أنا هقول لكل الطلبة يا جدعان، الحرم الجامعي ما فيش حاجة اسمها حرم جامعي في القانون. كل شبر فيك يا مصر بينطبق عليه أي قانون أو تشريع بيطلع في مصر. يعني أنا أطبق قانون التظاهر ده في قلب الجامعة، ولا خلاف ولا جدال في ده. الحرم الجامعي إحنا بنجل كرما للعلم، إحنا بنجلله، وعايزين نسمو على أن يكون هذا المكان حرم ينأى عن أي شيء يسيء لهذا الحرم بحرمة، له حرمة وله تأدب وله توصل للعلم وله وصولا إلى معرفة، مش مسرح عمليات. لا، إذا كانت الطلبة في هذا الأمر كده بتحرم أجيال من مباني هي اشتاقت قلبها. ما تخش جامعة القاهرة وتحسي أبويا وعمي والناس كلها اتعلمت هنا، العلماء الكبار كانوا جوه عبق هذا المكان ويتحرق، بتبقى حسرة، لأن طبعا ده مرتبط بماضي عمر كله لبلد كاملة. فاحنا دكتور سعيد، كلمة أخيرة بتوجهها النهاردة؟ بقول الحق أحق أن يتبع. دكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه الكلمات. استوضحنا منك الكثير من النقاط والكثير من البنود في الدستور. وكلمة بالأخيرة بنقولها على الدستور، دستورنا هو مبروك بجد مبروك. والله يا رب بالفعل يكون مبروك على مصر، وفعلا مبروك على مصر. وخلينا كلنا وربنا يعيننا جميعا ونقول للدستور سواء نعم أو لا، ولكن كلنا لازم ننزل ونشارك.